الإفريقية تستمر قبل المكان. هنا المغرب، هنا أبناء المغرب، هنا المغاربة حاضرين في المدرجات، حاضرين في كل مكان خلف التلفاز. نعم يتابعون ويواكبون الجيمة مغرب تتردد نستمع إليها. ليس فقط بلد يزار بل إحساس يعاش كتاب يسمع بساوى وأيضا قوة ترى معبرا لهذا الجمهور الذي أسعد أن يكون حاضرا من نصف الأرض من همس التاريخ. نعم هذا هو الحلم، هذا هو الحضور الخبير الذي نشاهده في هذه الكأس الإفريقية. مشاهدينا الكرام، يتوجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن إلى رقعة بأكملها، من فاس الحالمة إلى مراكش الحالمة، من مرشد البحر المتوسط مرورا بالرباط، لهذه الكأس الإفريقية التي تنظم في بلادنا. إلى جانبه كل من رئيس الاتحاد الدولي جاني انفانتينو وأيضا رئيس الاتحاد الإفريقي نعم ملتقي. بالإضافة إلى ذلك تواجد رئيس الجامعة الملكية. أكيد أنه شعور رائع للاعبين يبحثون من أجل المضي قدما في هذه التجربة الثانية بالنسبة لهم على مستوى كأس الأمم الأفريقية. يتابع وإياكم هذه التغطية وهذه المتابعة المباشرة. إذا تشكيلة المنتخب سفيان رحيمي هل يتشرف بتسجيل أول هدف في هذه النسخة 35 من كأس الأمم الأفريقية، وهو الذي يضع الكرة يهيئ نفسه هداف الألعاب الأولمبية الأخيرة هناك في باريس. الدقيقة 11 سفيان رحيمي يتقدم. صحيح سلط نقطة الفار. بدا هناك كرة بين لاحظوا هنا الصورة المقترحة للكرة وللتدخل من الخلف. والحكم يقول ان هناك لمسة يد كانت دون الحديث عن نحو التتويج في الملعب. هذه البداية ما زال إبراهيم دياس هو من يضع الكرة في الشباك. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل نعم مولاي الحسن وهو يتابع أحداث هذه المباراة وهذا الهدف الذي يأتي بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. هنا الكرة هنا لعبت ونصير نصراوي يتمكن منها ثم بعد ذلك تمريرة إلى إبراهيم. هنا بيوم الكعبي ضربة بقصية هوائية، ضربة بقصية هوائية. هذا ما يبدع فيه، هذا هو الكعبي الذي يسجل، هذا أيوب الذي يبدع،